اللي يحب يكثر يكثر على مدالة بصل نجم مع دنوس اختيارية. بيتزا بسيطة على الاخر. عسلامة الناس الكل، اليوم باش نشارك معاكم بيتزا بنينة، بيتزا سهلة، العجينة قطنية، اسهل منها ما فماش واروع منها ما فماش. هذه هي البيتزا متاعنا، شوفوا لي اكل زين وشوفوا لي اكل بنة اللي فيها. بيتزا بسيطة على الاخر والعجينة ابسط وابسط. كان تحبوا تعرفوا كيفاش حضرنا هالبيتزا هذه البنينة المزيانة، تبعوا رولا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله يا ربي، نبداو بالمكونات متاع الصلصة متاعنا. عندي بصل، باش نقصوا هكا البصل، زوز روس باهين بصل، يعطينا بنة ويعطينا فيحة وريحة في البيتزا متاعنا، يعني قد ما تكثر باش يجيك بني به. وعنا الثوم، عندي 6 فصوص ثوم به، 6 فصوص ثوم. وعندي الطماطم، باش نقص الكعبة على 4 وباش نحطهم يطيبوا فوق الغاز هيك. سهلة ماهلة الصلصة وأبن ملي تشريها برشا راهو. ومن بعد نوريكم كيفاش باش نفوحوها راهو، مش كان هكا. تو باش نحط هذوما يطيبولي فوق الغاز، ومن بعد نرجعوا نشوفوا كيفاش باش نفوحوها. نحط لهم تقريبا 100 ملي ماء مش برشا، وباش نحطهم يغليوا فوق الغاز، وبعد نرجعوا نفوحوا مع بعضنا. بسم الله يا ربي. لهنا عنا العجينه متاعنا، عنا الحليب باش نحط 400 ملي حليب، هذوما 250 ملي، وباش نزيد 150 ملي اخرين. السر متاع العجينه هذه هو الحليب، خليها طريه، خليها هشوشه، خليها بنه ما تتوصفش. وعندنا خميره متاع خبز، وعندي شطر باكو خميره متاع قطو. وديما كي نقولوا معجنات خل، اي نوع خل عندك، غير متاع ماكله. عندي محكار 3 مغارف زيت، يعني حطيت زيت زيتون، نتوما حطوا اللي تحبوا عليه. وعندي مغرفه سكر، مغرفه متاع قهوه هيك ها، باش الخميره متاعي تتفاعل. نخلطهم بالكدا ما فيها حتى شيء، سهله ماهله وتجينا بيتزا ولا اروع ولا اروع. باش نحط الفرينه متاعي، الفرينه متاعي اللي تتلم اك السوائل هذيك اللي حطيناه. المره الاولى نخدمهم هكا. بنينه البيتزا هذه، جربوها وتفكروني، وسهله، لا عجنان ولا حتى شيء. سرها في تخميرها وفي الحليب. نزيدوا الفرينه، غير ما نخدموا بيدينا، راهو مانيش باش نمسها بيديا بالكل. راكم تو تشوفوني باش نبدل الفواء هكا، هاو باش نبدلو بمغرفه، نبدل هذا بمغرفه هكا هاو. لا نعجنوا ولا شيء، سايله مهيله وتجينا هشوشه، تجينا طريه، تجينا خفيفه وزن الريشه. باش نزيد شويه فرينه، تنقول لكم قداش استهلكت فرينه. هي القوام اللي حاجتي بيه، هيك، لا عجنان ولا حتى شيء. هي بيتها تخدمت هكا بالمغرفه. اسهل بيتزا تلقاوها عند رولا التونسيه. ان شاء الله يا ربي يوديكم كان بالخير، واللي باش يجرب يرحم لي على والديا هذاك اش طالبه. تشجيعاتكم طالبه، اهو تشجعوني، تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، شوفوا القوام نتاعها كيفاش يكون، تتلصق راهو. لهنا اني استهلكت 600 غرام فرينه، باش نزيدها تقريبا مغيرفه زيت، مغيرفه زيت هكا. هاو شلم بها اكل العجينه نتاعي ونخليها لتخمر
نخليوها حتى ساعة تخمر. قد ما تخليها تخمر قد ما تجيك ابن البيتزا هذه. راه هذه هي العجينه متاعي، باش نخليها نغطيها ونخليها لين تخمر بالكدا بالكدا، وبعد تنوريكم شنو باش نعملولها. عندي لهنا بعد ما طابت هكا مازالت شويه غلو ولا ثمين باش نفوحها ونرجعها تطيب على روحها. عندي مغيرفه فلفل احمر، تحب لهنا تزيد طماطم معجونه زيد على روحك، اني مانيش باش نزيد. وعندي احبق شيشه اكاكا احبق، وعندي كليل وزعتر، شويه شويه من كل شيء راهو يعطيونا هكا نكهه في الصلصه بتاعنا، خاطر اني العجينه ما نكهاش بالكل العجينه. وعندنا الثوم بودره، يبنن مش عادي الثوم البودره راهو هاكا غير فمتاع قهوه. وعندي لهنا الملح، خاطر اني العجينه ما حطيتش فيها ملح، وباش نرجعها تغلي شويه اخرى وبعد باش نرحيها. هذه هي الصلصه نتاع البيتزا نتاعي. تنجموا راهو ترحيوها معناها البصل والطماطم والكل في النيه هكا ترحيوهم وتفوحوهم بالفحات الكل، وبعد تالي تحطوهم على النار هكا يشكشكوا لين يطيبوا، ومن بعد تالي تستعملوهم كيف ما تنجموا تعملوا هكا، ومن بعد ترحيوهم. باش نحط شويه زيت لهنا، محكار 3 مغارف نتاع ماكله، وباش نرجعها على النار تغلي شويه اخرى، ومن بعد باش نرحيها. قلت لكم الكميه هذه راهي تو تشوفوا قداش تطيح لي، يعني مش مره بركه باش تستعملها. نرجعها على الغاز وبعد نرحيها ونوريكم. هذه الصلصه بتاعي بعد ما رحيتها ماهيش سخونه برشا، راهو مش تقولوا تبوخه، لا راه باش نقرب لكم. هذايا هو القوام نتاع الصلصه نتاعي، وكي باش تبرد باش تولي يابسه اكثر من هكا. يعني تو باش نستعملها هكا، ومن بعد نحطها في دبوسه ولا حاجه ونخبيها في الفريجيدير. شفتوا الكميه قداش طيحت لي، ولا تعمل لي قداش من مره هذيك. وبنا خير ملي تشريها من برا. ليه نحطوا هذيك على الشيره ونمدوا البلاطو نتاعنا باش نرش فيه شويه سميد جويد نتاع خبز دهنتو بالزيت، وباش نرش فيه شويه سميد نتاع خبز هاكا نضمنوا معناها ما تلصقناش، خاطر احنا عجينتنا تتلصق. وزيد يعطينا اكل قرميشه في القفا نتاعها كيف تطيب البيتزا نتاعنا. هذا هو البلاطو نتاعي. شوفوا اكل عجينه تبارك الله وما شاء الله. شوفوا لي اكل عجينه ها تبارك الله وما شاء الله. مانيش باش نحي منها برشا هواء. هاك ريتو في العجينه صلي على النبي تهبل العجينه ها في البلاطو نتاعي من غير ما باش نحي لها برشا هواء. راهو هاك اني حاجتي بها كيك. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله ها. شوفوا العجينه الله واحد، جربوها وتفكروني، ما عادش باش تبطلوها كي باش تجربوها هذه. تو تشوف بسم الله يا ربي. باش نحلها في البلاطو نتاعي. تنجم تعملها حتى ميني بيتزا، راهو المينيات الصغار. ما تنجم تعملها حجم عائلي كيف ما هكا كيف ما تحب انت. اغزرك اللمبولات ريتو يا البنات، اغزرك اللمبولات. يعني هذيك العجينه ناجحه باذن الله 100%. كي نعطيكم هكا حاجه نعطيها لكم من القلب للقلب، راني شكاكه نهبط حاجه وكهو، لا راه حاجه من القلب للقلب. هيك توكل راهي قداش من عبد هذه تقصلنا قداش من ترونش. تو من بعد راح تشوفوها قداش من ترونش تقصلنا. هيك نطلعوا هكا لجناب شويه باش الصلصه نتاعنا والفرماج وكل ما يمشيوش في البلاطو فوق البيتزا نتاعنا، ما يمشيوش معناها من الجناب هكا. باش نحط الصلصه نتاعي. احنا نحبوها مشخشخه، انتي حط قد ما تحب.
يعني راني كيف نعطيكم هكا حاجة وتجربوها كيف ما هي، راهي البنة غادي. يعني نعطيكم في أبن حاجة كيفاش تتعمل الطريقة كيفاش، مش هكاكا وكهو. وهي باش تشربها هكا الصلصة الكل باش تشربها، ماهيش باش تقعد يعني هكا كيف ما تشوفوا فيها. لا، نحبهاش اني شايحة البيتزا، نحبها هكا معبية بالصلصة نتاعها. بالطبيعة الفرن متاعنا مسخن على اعلى درجة عندي باش نحط اني كل واحد ونوعية فورو. يعني مثلا فوري نحطه على 300، تكون 150 اكهو عندك انتي، يعني يحرق الفرن متاعك. كل واحد ونوع فورو. باش نحط الفرماج متاعي، موتزاريلا يا البنات، هذايا ماجيستي، موتزاريلا ماجيستي. حط الموتزاريلا اللي تحب عليها، برشا انواع فما. اني هذه ماجيستي وعربي. العربي يعني كل تتباع مكعبرة نقولوا احنا، مدورة مخلطة. واكثر حاجة ماجيستي. نحطها في الفور، نحطها في الفور ومن بعد تالي كنخرجها. هاتوا تشوفوا كيفاش باش نزينوها. هذه البيتزا متاعي بعد ما حضرت، باش نحط عليها شوية التن. احنا ما نحبوش برشا تن، اللي يحب يكثر على روحه، واللي يحبها جويدة ماهيش معناها عالية. يعني باش نقص لكم شوية نوريكم. اللي يحبها جويدة ماهيش عالية يحط بلاتو اكبر من هكا. احنا في الدار يحبوها خاطر عالية اكاهو، يلزمنا نمشيو على حسب الاذواق اللي في الدار. هيك هذه بيتزتنا. ان شاء الله يا ربي وديتكم كان بالخير، ان شاء الله وديتكم بثمر الجنة. وزين كيف ما تحب، نجم تحط فيها فلفل يكون حلو، نجم تحط فيها رندلات بصل، نجم يحط كيف ما تحب انت. نجم تعمل بالسكالوب، نجم تعمل بالمرقاز، نجم تعمل باللي تحب انت وتشتهي. هذه هي بيتزتنا. ان شاء الله يا ربي تنال استحسانكم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. باش نزيدها الشيشة مع دنوس اختياري يا البنات، تحب تزيد زيد، ما تحبش انتي حرة. يعني نحب هكا نزيدها رشيشة هاكا على اللون. والصلصة اللي بقات لي حطيتها في دبوسة باللار باش نخليها لين تبرد ونحطها في الفريجيدير. نجم تعمل بها باجيت فرسيت، نجم تعمل بها مقلوب، نجم تعود بها بيتزا، كيف ما تحب انتي. المهم كي باش تخبيوها في البلار مش بلاستيك، في الفريجيدير مش في بيت الثلج. بعد ما زيناها وبردت شويه باش نقص معاكم اطرانش باش تشوفوها. ما نخليوهاش برشا في الفور باش ما تنشفش وتطلع لنا اكل يابسه. اللي يحبها تتقرمش يخليها اكثر وقت في الفور. احنا يحبوها طريه في الدار، هذاك علاش لازمنا كما قلت لكم نرضيو جميع الاذواق. باش نخرج معاكم الطرونش باش تشوفوا العلوه متاعها. هاك البيتزا متاعي روعه يا البنات، صدقوني عجينه 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 روعه، نودكم كان بها. اصل البيتزا الحجم العائلي تجي كان عاليه، راهو قبل كنا ناخذوها في المكتب واحنا نقرا، تجي كان عاليه هكا. هذيك هي الحجم العائلي، وعجينه تهبل تهبل، نودكم كان بها. صدقوني جربوا ماكمش باش تندموا. هذه هي البيتزا متاعنا لليوم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتجربوها وتقولوا لي اشنو رايكم. اذا كان عجبتكم البيتزا وعجبكم الفيديو الكل، ما تنسونيش فك اللايك وفك الاشتراك في القناة. مرحبا بالناس الكل، نقولكم باي.